محبي قناة أخبارك، نتمنى لكم فرجة ممتعة المرجو عمل لايك واشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار والمشاهدة الجديد دائما. ذكر موقع الصحراء اليومية أن المصالح الأمنية بمطار الحسن الأول بالعيون راحت الاثنين الماضي وفدا أمريكيا قادما عبر رحلة جوية من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وكان الوفد الأمريكي يشتغل ضمن جريدة The New Yorker يضم شخصين، ويتعلق الأمر بكل من نياركوس ستازفروس وهو مهندس، ثم أكتيوس سبايروس وهو طالب جامعي، بحيث كان مرتقبا أن تدوم زيارتهما ليومين اثنين سيلتقيان فيهما مع مجموعة من الموالين لجبهة البوليساريو في العيون قبل إجراء ريبورتاجات عن نزاع الصحراء في المنطقة. وأسر المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر قد تم ترحيلهما عبر رحلة جوية من مطار العيون الحسن الأول في اتجاه لاس بالماس. الفنانة انهارت من البكاء بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عارية لها، لافتا أنها تحاول السيطرة على الأمر بحذف هذه الصور من على مواقع السوشيال ميديا.